لو نفسكم في حاجة حلوة كده وسهلة وسريعة وكمان منعشة فلازم تجربوا الديزرت ده. سموه بقى تيراميسو بالمانجا، سموه تشيز كيك، المهم ان ده هيكون احلى حاجة هتاكلوها تقريبا الصيف ده. وعشان ما فيش صيف من غير جيلي دريم فاستخدمت 2 باكيت من جيلي دريم بطعم المانجا، وهزود عليهم كوبايتين من المية المغلية وهقلبهم كويس لحد ما الحبيبات تدوب تماما. بعد كده هزود عليه كوباية من المية الساقعة وهسيبه بقى على جنب. وفي حلة احط كيلو او لتر من اللبن وعليهم 4 معالق كبار من بودرة الكاسترد و5 معالق كبار من السكر، او ممكن تحطوا اقل من كده او اكتر من كده براحتكم. هنقلبهم الاول على البارد لحد ما الحبيبات تدوب خالص، وبعد كده هنرفعهم على نار هاديه ونبدا نقلب لحد ما القوام يتقل كده. وفي البايركس بقى او الصينيه اللي احنا هنعمل فيها نحط البسكوت بتاعنا. انا استخدمت الليدي فينجرز، بيكون شبه الكيك كده لما بيتسقى شويه، بس ممكن تستخدموا اي نوع بسكوت انتوا عاوزينه. سقيته في عصير مانجا عشان يكون الديزرت كله واخد من طعم المانجا، وحطيت طبقه واحده تحت. لو هتستخدموا البسكوت العادي ممكن تحطوا طبقتين فوق بعض. وهنا كان الكاسترد برد شويه كده ووصل للقوام اللي انا عاوزاه. انا عاوزاه بالقوام ده، ما يكونش سخن وما يكونش سايب قوي عشان يعمل طبقات وفي نفس الوقت ما يهريش البسكوت. هوزعه كويس وادخله التلاجة يتماسك شويه، بعد كده احط عليه الجيلي اللي احنا عملناه، ونحاول نحط الجيلي بالراحه عشان ما يفتتش طبقه الكاسترد اللي تحت دي، وندخله بقى التلاجة تاني. انا بفتح عليه تاني يوم عشان الجيلي يتماسك براحته كده والطبقات كلها تاخد من طعم بعض. تقدروا طبعا تزينوه بالشكل اللي انتوا عاوزينه. انا قطعت كده مانجا مكعبات صغيره عشان بتدي شكل حلو قوي مع شويه كده من الكريز وورق النعناع. بجد يا جماعه كان طعمه تحفه، لازم تجربوه.